السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. رمضان شهر العبادة والخير، بس هو برضو شهر السهر ولخبطة النوم. يعني كل يوم نفس الفيلم بيتكرر. تخلص فطار ومع عيلتك وأصحابك، وبعدين تقعد شوية، وبعدين تنزل تصلي التراويح، وتقول بعد ما تيجي من صلاة التراويح تقول طب أنا كده كده قربت على السحور والفجر، أسهر وأصلي وأنام بعدين. طب ليه بنسهر كده في رمضان؟ هل الموضوع ليه علاقة بجسمنا ولا دي مجرد عادة؟ تعالى نشوف الكلام ده مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ما طولش عليك، يلا بينا. أول سبب هو العادات والتقاليد. في رمضان كل حاجة بتحصل متأخر. الفطار أصلا بيبدأ بالليل، وبعديها القعدة العائلية سواء كانت شاي أو قهوة مع الصحاب، فتلاقي اليوم عدى أصلا. في ناس بتقولك طب ما أنا كده كده بصحى متأخر، يبقى عادي أسهر. بس المشكلة إن ده بيعمل روتين عندك، إنك كل يوم بتنام متأخر وتصحى متأخر أكتر. تاني سبب، الأكل اللي بناكله على الفطار مليان نشويات وسكريات ودهون، وده بيعمل طاقة كبيرة في الجسم، فبدل ما تحس إنك عايز تنام تحس إنك شارب 3 قهوة. غير كده العصاير والمشروبات اللي احنا بنشربها على الفطار اللي كلها سكر، اللي بتخليك نشيط في وقت المفروض تكون مهدي جسمك عشان ينام. ولو أضفنا القهوة والشاي اللي كل الناس بتحب تشربهم بعد الفطار، يبقى مستحيل تنام بدري. السهر مش بيخليك تعبان طول اليوم، ده بيأثر على التركيز والذاكرة والمزاج. لما بتسهر كتير جسمك مش بياخد كفايته من النوم العميق اللي بيجدد الطاقة، وده بيخليك تحس بالخمول والتعب حتى لو نمت أزيد من 8 ساعات. المخ بيبقى شغال ببطء، وبتحس إنك سرحان ومش قادر تركز، وده بيأثر على شغلك ومذاكرتك وعبادتك كمان. الصراحة صعب إنك تنام بدري في رمضان، بس مش مستحيل. ممكن تجرب تغير عادتك واحدة واحدة. ما تاكلش وجبة تقيلة أوي على الفطار، وخلي السحور خفيف عشان جسمك ما يبقاش فيه طاقة كتيرة وتعرف تنام. قلل السكريات والكافيين بعد الفطار عشان جسمك يهدى. حاول تاخد زي قيلولة صغيرة بعد الظهر عشان تعوض جزء من النوم. وأهم حاجة ابعد عن السوشيال ميديا تماما قبل النوم، لأنها بتخليك تفضل صاحي بالساعات من غير ما تحس. في النهاية السهر في رمضان مش سبب الصيام، هو سببه عاداتنا واللي بنعمله بعد الفطور. لو عاوز تنام بدري حاول تغير شوية في روتينك وهتلاقي فرق كبير. بس طبعا في رمضان كله بيقول بعد رمضان بقى هنظبط نومنا، ولما يجي العيد نلاقي نفسنا مكملين في نفس الدوامة. في ناس أصلا بتسهر الوقفة كلها وما تستمتعش بالعيد. يعني مثلا بيروح عليهم صلاة العيد أو بتصلوا العيد ويناموا بس مستمتعوش بالعيد. فاستمتعوا بحياتكم، وربنا يدوم علينا الأيام دي بخير. قولي في الكومنتات انت بتسهر قد ايه في رمضان، ولو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.